سنفتح نقاش من الضروري ونلتزم به من بعد الدخل. السلام عليكم. أيها الحضور الكريم، صباحكم سعيد. أعرف نفسي طالبة باحثة في صدد التخرج من ماستر مهن وتطبيقات الإعلام. يشرفني ويزيد في رصيدي المعرفي أن أشارك في الندوة العلمية بعنوان دور الإعلام في خدمة انفتاح المغرب على عمقه الإفريقي، نيابة عن الصحفي البارز في قناة سكاي نيوز العربية السيد المغربي الأصل والمنشأ عبد الرحيم الفارسي، مسافرا بسبب سفري بمهمة إلى العراق. بين يدي سأحاول ما أمكن أن أختصر نظرا لضيق الوقت ورقة مرجعية عن حضارة علاقة المغرب بمحيطه الإفريقي والمواكبة إعلامية تطوراتها. أيها الحضور الكريم، لا تخطئ عين المتتبع للسياسات الجبار التي يتبناها المغرب الرسمي توجهه المتنامي بشكل غير مسبوق في السنوات العشر الأخيرة نحو القارة الإفريقية. فمنذ رحلة الكفاح من أجل الاستقلال والتحرير التدريجي لأراضيه، ظل المغرب يعبر عن عمقه الإفريقي وعن انخراطه العضوي مع هذه القارة التي ينتمي إليها جغرافيا، وله بها صلات بشرية متينة وتاريخ مشترك تشكلت خلاله ملامح شخصية المغرب الحضاري. على لسان السيد عبد الرحيم الفارسي، خلال زيارة قمت بها في صيف عام 2013 إلى منزل الزعيم نيلسون مانديلا في مدينة سويتو جنوب إفريقيا، فاجأتني صورة له في عنفوان شبابه في أواخر خمسينيات القرن الماضي مع مقاومين مغاربة يرصدون الجباب الصوفي الأصيل، لأعلم بعدها أن حكومة المغرب وبفضل جهود قادها الراحل الدكتور عبد الكريم الرقابي قدمت قدرا ماليا مهما لمانديلا قصد المساعدة في كفاح السود من أجل إسقاط نظام الأبارتهايد، بعد أن المغرب وفر قواعد تدريب لمقاومة الجنوب الإفريقية. من ينظر إلى خارطة القارة السمراء سيعلم أن المسافة بين المغرب وجنوب إفريقيا هي الأبعد على الإطلاق في القارة، ومع ذلك كان تضامن المغاربة من إخوتهم السود المضطهدين قويا، تماما كما هو قوي ومتين مع من لنا معهم تاريخ مشترك بفعل الدين والقرب الجغرافي ووشائج القرب والمبادلات التجارية. يعني مدارس التاريخ أن سجل مصر ظلت وللقرون عدة نقطة لتجمع وانطلاق القوافل القاصدة عبر الصحراء الخضراء، وتلك التي تجيم وجهها قبل الشمال، ومثلها لعبت مدن مراكش وفاس وكناس والصويرة أدوارا متماثلة حسب ما كانت تمليه التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية على مر الزمن. ويعرف الباحثون الأنثروبولوجيون أن سكان المناطق الصحراوية وتلك القريبة منها تجتمع فيهم الخصائص العرقية لكل الشعوب المنطقة التي لعب الإسلام دورا محوريا في كسر القيود والحواجز الاجتماعية بينها. وهذا ما يجعل من الأمور العادية أن تجد من بين أبناء مراكش الأصليين شخصا تؤكد ملامحه البدنية أنه من قبائل ولوف السنغالية أو البمرة والسنغال المالية، كما لا يفاجئك أن تجد أن في تودن وتنبكتو الماليتين أو في روس موريتانيا من يعتز بأصوله المغربية، وهنا أقصد المغرب من معناه الحضاري، ذلك المغرب الذي ظل حركة البشر والبضائع والأفكار والبعثات العلمية والروحية تنتقل بين أرجائه دون قيود أو ضوابط، قبل أن يتدخل الاحتلال الأوروبي لإقطاع أوصال شعوبه من قص الخرائط السياسية والمطامع الاستراتيجية، وما سل ذلك من هالة القدسية أسبق الكثير من السياسي للدولة الوطنية الحديثة على الحدود الموروثة عن الاستعمار الإمبريالي. أيها السيدات والسادة، لقد شهدت العلاقة المغربية في تاريخها الحديث بمحيطها الإفريقي فترات مد وجزر قد كان الالتقاط بما بين معسكر شرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي السابق ومعسكر غربي يدور في فلك الولايات المتحدة تأثير كبير في هذه العلاقات، إذ بعد أن قررت الدولة المغربية أن تتبنى التعددية الحزبية ولو بطريقة شكلية ومحدودة في نهاية الخمسينيات القرن الماضي وبداية الستينيات، كان معظم الدول الإفريقية الخارجة من مرحلة الاستعمار تتجه نحو المعسكر الشرقي بما يحمله من أفكار وصفت بالثورية وشعارات اشتراكية وتقدمية، كما أن تفضيل المغرب الرسمي التحالف مع الغرب واعتماد اقتصاد السوق من جهة وقربه من الأنظمة الملكية والمشايخ التقليدية في بلدان الخليج العربية وجعله يبدو على طرف نقيض مع سياسات أنظمة المعسكر الإيديولوجي المقابل. لقد كان هذا التصنيف أثرا على مواقف الكثير من البلدان الإفريقية من المغرب ونظام الحكم فيه، وقد أثر نزاع الصحراء بشكل كبير في هذه العلاقات
بعد أن قرر عدد من أنظمة الحكم الأفريقية الاصطفاف بجانب الجزائر في موقفها من هذا الملف، متأثرين الأول بالتقارب الإيديولوجي مع الجزائر، ثم بالسخاء المالي الذي لم يكن للمغرب أقصى ما يعرضه من محفزات سوى رصيد تاريخي لا يطعن فيه إلى جاهل أو كاذب، وبعد حضاري وروحي يصل إشعاعه بعمق التاريخ. في السنوات الأخيرة وسعت وكالة الأنباء الرسمية شبكة الكاتبية في إفريقيا لتغطي تقريبا جل عواصم القارة، إلا أن ما تنتجه الوكالة حتى الآن من قصاصات وتقارير يظل برأيي على لسان السيد عبد الرحيم الفارسي ويفتقر للتحقيقات الجيدة والتقارير الإخبارية الشجاعة، ولعل ضعف حضور الأخبار الإفريقية التي تسوق قصاصات الوكالة في الصحف اليومية المغربية خير دليل على ذلك. كما أن اهتمام نظرة الكثير من رؤساء التحرير والقيمين على غرف الأخبار إلى القارة السمراء لم تستطع بعد مواكبة التطورات التي تشهدها أفريقيا، ولم يبذلوا ما يكفي من جهد للبحث في التاريخ حتى يدركوا عمق علاقتنا بأفريقيا، ولا هم ملمون بالشكل الكافي بحقيقة تسابق القوى العظمى على ترسيخ نفوذها بهذه القارة التي يكمن في أراضيها مستقبل الازدهار العالمي. ومن يريد أن يعرف هذه الأهمية ما عليه إلا أن ينظر في ملامح المهندسين الذين يشقون الطرق وسط أدغال إفريقيا، إنهم من الصين. أما عن الإعلام الأجنبي فإن في تغطيته للحضور المغربي في إفريقيا يظل مرتهنا إلى حد كبير بمخلفات النزاع على الصحراء، كما أنه يتأثر بالضعف التواصلي الملحوظ لدى الدبلوماسية التي ظلت حتى الآن عاجزة عن اعتماد خطة إعلامية متكاملة، ولم نرى لدى أفرادها أي أثر حقيقي للتكوين الأكاديمي المتين على فنون التواصل مع مختلف وسائل الإعلام وتملك لغة التفاهم معها. كما يجب أن لا نغفل أن وسائل الإعلام الدولية والإقليمية ليست جميعها مستقلة عن الأجندات السياسية، بل هي كلها زاهدة في المال الموجه، فمن يملك المال يملك القدرة على الدعاية والتحكم وحتى التعتيم، سواء كان ذلك في شكل منح الوصلات والصفحات الإشارية أو من خلال الدعم المالي المبطن. ومن الأمور التي تعتمدها الدوائر ومجموعات الضغط لتلخيص أي عمل دفع وسائل الإعلام إلى تناسيه أو البحث عن كل ما فيه من نقائص، وهذا بالتحديد ما قد تتأثر به جهود المغرب الرسمي في الانفتاح على محيط الإفريقي. لكن بالمقابل أجدني متفائلا بخصوص مستقبل علاقات المغرب الأقصى بجواره الإفريقي التاريخي والحضاري، فعودة الوعي والإدراك تسير في اتجاه تصاعدي، وتجارب بعض البلدان العربية مضطربة من جهة والمأزق الاقتصادي الذي تمر به عدة دول أوروبية من جهة أخرى تجعل ذوي العقول النيرة يدركون أهمية التجربة المغربية ويعملون على ابتكار أساليب جديدة لحفظ الذاكرة وتغليب المصالح البعيدة المدى ومكافحة التعصب الأعمى. كما أن شبكة الإنترنت والإعلام البديل سيساهمان لا محالة في تسليط الأضواء والتعريف بانفتاح المغرب على محيطه القاري، مثل ما سيفتح عيون المغاربة على ما يجهلونه عن عوالم أشقاء الأفارقة. وفقكم الله لما فيه الخير والاستقلال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. شكرا. من النيابة نشكر الأستاذ الفارسي، الزميل ديالنا وصديق ديالنا.